وصفة وردة الجلاش بالجبنة هي فعلا لمحب الابتكار في الوصفات واللي بيحب يخرجوا عن المألوف. احنا متعودين ان الجلاش طبقات بتترص في صينية كده، لكن طريقة النهاردة جديدة ومبتكرة، واوعدكم هتكون شكلها مميز على سفرتكم وهتكون اضافة مميزة لعزوماتكم في رمضان. يلا بينا نسمي بسم الله. متنسوش تحطوا لايك كده لو عجبكم الفيديو ونشوف وصفتنا النهاردة. اول حاجة هنجيب لفة من الجلاش كده، وهنبتدي ناخد اول طبقة، وهنبتدي بقى ندهنها معانا سمنة بلدي، زبدة، زيت، المتوفر عندكم مش هتفرق كتير. بس انا بحب اعملها بالسمنة. عملتها النهاردة زي ما انتم شايفين كده، وتدهنوها دهنة كويسة. وبعدين هنبتدي نعمل بقى الشكل الوردة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هاجي من النص وهبتدي اعملها زي الزجزاج كده او كسر كده، وهتاخدوها واحدة واحدة عشان كل لما تظبطوا شكل الكسرة بتاعة الجلاش هيطلع الشكل النهائي الوردة حلو. عايزة أقول لكم الوصفة دي هتبقى محببة عندكم، لأن طعمها في الآخر كأنها زي الفطير الشرقي كده، لأنها محشية جبنة والطعم حلو جدا. وهبتدي كده أعملها زي الفيونكة، وبعدين هاجي كده من الجنب اليمين وآخد برضو نفس الكسرة كده من النص والجنب الشمال. وانتوا بتعملوها حاولوا تظبطوا كده زوايا الوردة كده زي ما انتم شايفين، عشان الشكل يطلع مظبوط في الآخر. وفي النص هتلاقوا فيه مساحة كده. نبتدي بقى هنا نحط الحشوات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هنروح جايبين النهارده هعمل بقى عندي بقى جبنه رومي على جبنه موتزاريلا وشيدر، اللي هي الميكس دي. تقدروا تحطوا الجبن اللي انتوا بتحبوها، وتبداوا تجيبوا طبقه طبقه وتظبطوها. اهم حاجه تجيبوا لو هي طبقه كده متقطعه او متهالكه شويه، تجيبوها من تحت، وتخلوا الطبقات السليمه من فوق، وتجيبوها عكس بعض. يعني مش شرط خالص اي واحده الاول، لا، اهم حاجه تجيبوا اللي شكلها ضعيف الاول، وتخلوا السليمه هي اللي في الاخر، عشان يطلع معاكم شكل الوردة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله شكلها حلو جدا. ولو عايزين تلموا كده الورق كده بتاع الوردة شوية، تقدروا تحطوا كده نقطة سمنة كده مطرح ما دهناها كده الفرشة بتاعتنا او الاسباتيولا، وتروحوا ايه, إيه مرجعين الورقة كده. عايزة اقول لكم هتلزق يعني مفيش مشكلة، لكن الشكل بتاعها النهائي بيطلع روعة. حبيت اوريكم واحدة كمان على السريع كده، وعايزة اقول لكم الجلاش ليه طرق كتيرة، واحنا اخدنا على اشكالها، وطبعا بتبقى طعمها تحفة. وعملت معاكم على القناة اشكال كتيرة جدا وناجحة جدا وشكلها حلو، وتقدروا تعملوها في العزومات. بس شكل النهاردة عايزة اقول لكم شكلها كده كيوتة كده ومثالي، يعني تقدروا كده تعملوها كده على السفرة، بتديكم شكل جديد وفي بهجة كده. وبإذن الله تجربوها تعجبكم، وعايزة اقول لكم طعمها مختلف جدا. يعني تقدروا تجربوها هتلاقوها طعمها مش زي الجلاش اللي احنا متعودين على طعمه. انا عايزه اقول لكم المره دي كانها رايحه ناحيه الفطير الشرقي، يعني هتعجبكم جدا وسهله. ومع المداومه على الحركه نفسها، عايزه اقول لكم بتقدروا تلفوها في ثواني. شايفين ما شاء الله كل مره كده ما بتعملوها بتطلع يعني مظبوطه اكتر. وجبت بقى صينيه كده ودهنتها دهنه حلوه كده بالسمنه او بالزيت او اي حاجه انتوا عاملين بيها، وهابتدي أرص. ولو مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي، عايزة أقول لكم شكرا جدا. وما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو لو عجبتكم الوصفة والفكرة، وبإذن الله تعجبكم وأنا متأكدة. وزي ما انتم شايفين دي الوردة الميني اللي قلت لكم عليها، عملتها برضو شايفين شكلها جنب الكوبارس، هي صغيرة جنبيهم بس برضو ما رميتش أي حاجة، وعملتها وبتطلع شكلها حلو برضو. وكده خلصت رص الصينية. عايزة أقول لكم شكلها مفرح كده وشكلها جميل من قبل حتى ما تستوي. وهنجيب بقى مسحة كده سمنة أو زيت، وندهنها كده من فوق، تدهنوها كويس. وعايزة أقول لكم لو في أي زيادة في الصينية بعد كده تقدروا تصفوها مفيش أي مشكلة، لكن هو لازم ندهنه دهنة حلوة، لأن هو تسويته كلها بتبقى على المادة الدهنية، ما بنضيفلوش أي حاجة تانية. ودهنتها دهنة حلوة ودخلتها الفرن. وطبعا عملت صينية تانية هوريها لكم، وتقدروا تضيفوا للصينية سمسم كده، حبات من السمسم. عايزة أقول لكم مخليه ريحته تحفة كده وهو في الفرن، وضايفة طعم جديد للجلاش. نتكلم بقى عن التسوية. عايزة أقول لكم دخلته الفرن على درجة حرارة 200. عايزة أقول لكم قعد معايا من 20 ل 30 دقيقة، وما فتحتش الشواية خالص، يعني هو أخد الشكل ده من الفرن. وعايزة أقول لكم بدأت كل شوية كده أفتح وألف الصينية عشان تاخد التسوية واللون من جميع الجوانب. وطلعته بقى من الفرن. عايزة أقول لكم سخن نار يعني، وأنا باوريه لكم دلوقتي مش عارفة أمسكه كده، لكن ما شاء الله يعني ريحته كمان مختلفة عن أي جلاش فعلا عملته قبل كده. وريحة السمسم كمان عاملة ريحة جديدة كده فيه، كأنه مخبوزات، عاملة مخبوزات. هو ميكس كده رهيب. بإذن الله تجربوه. والجبن كمان عايزة أقول لكم عاملة ريحة حلوة جدا.
وطبعًا الجلاش عملناه مع بعض كتير بالعصاج اللحمة، وتقدروا تعملوه حشوات مختلفة، لكن حشوة الجبنة بالذات بتاخده في حتّة تانية خالص. شايفين بقى شكل وردة الجلاش بتاعتنا حلوة إزاي؟ ده طبعًا اللي من غير سمسم، شكلها رهيب. عايزة أقول لكم الكاميرا ظالماها، يعني الرسمة مش ظاهرة جدًا في الكاميرا، شكلها حلو جدًا وطرية كده من النُص كده. طبعًا ده الفيديو ده منشنوه لأي حد من عشاق القرمشة والجبنة السايحة، هيعجبهم جدًا. يعني ما شاء الله قرمشة من برّه، والجبنة كده سايحة كده ومخلية الجلاش طري من النُص، والأكلة دي تاكلوها كده وهي لسه سخنة. عايزة أقول لكم أنا ماسكاها وهي يعني نار، نار يعني، مش عارفة أمسكها كويس من صوابعي كده، يعني إيه، سخنة جدًا. وآخر واحدة وريتها لكم دلوقتي دي الوردة الصغيرة اللي إحنا عملناها مع بعض، وكانت بقى هي وردة يتيمة كده صغيرة في الصينية الوحيدة بتاعتنا. طبعًا الصغير بياخد تسوية أقل، والكبير بياخد تسوية أكتر، فلو حابين تعملوا خلّوا كل واحد في صينية عشان بتفرق في التسوية بتاعتها وما تنشفش معاكم، لكن هي طعمها تحفة برضه. وزي ما أنتم شايفين الشكل عامل إزاي، الشكل بقى اللي حاطين عليه السمسم ده عايزة أقول لكم كده في قلبي كده. ريحته وطعمه بقى مختلفة، كأنكم عاملين حاجة يعني بعيدة عن الجلاش. بإذن الله الوصفة دي هتدمنوها، أنا عن نفسي أدمنتها ومن عشاقها دلوقتي، يعني أنا باحب أعمل الوصفة دي كتير عشان طعمها فعلًا روعة. ولو حابين أعمل لكم وصفات تانية جديدة وغريبة وشكلها كده مختلف وبحشوات مختلفة، اكتبوا لي في التعليقات وبإذن الله هاعمل لكم وصفات حلوة جدًا، وبرضه بالجلاش لأن هو سهل جدًا، بس بنعمله بطريقة موحدة وما بنختلفش يعني في طريقتها، لكن إلا بحاجات بسيطة. إنما لأ، في حاجات طرق جديدة إحنا ما بنعملهاش وشكلها مميز وطعمها حلو كمان، وبتضيف إضافة جديدة للسفرة بتاعتنا. شايفين ما شاء الله الجبن عاملة إزاي؟ يعني أنا حبيتها عن حشوة اللحمة المفرومة، عن أي حشوة تقدروا تعملوها، لكن بالجبن مختلفة جدًا. مش هاقول لكم بقى حطّوا لي لايك على الوصفة بتاعتنا، أنا هاقول لكم حطّوا اللايك كده على اللون الدهبي التحفة بتاعها ده، والّا ريحتها، والّا مَطّة الجبنة بتاعتنا. يعني الشكل والطعم بيفرق، وبس اللون حاجة تانية خالص. بإذن الله هتعملوها وهتدمنوها، وهتبقى بإذن الله على السفرة بتاعتكم مكتسحة السنة دي في رمضان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لي لايك كده يعرّفني ويشجعني قد إيه الفيديو عجبكم. واشتركوا في القناة حلوين عشان يوصل لكم كل فيديو جديد ووصفة جديدة بانزّلها. وسيبوا لي رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.